الشخص اللي وصل والشخص اللي لسه واقف مكانه، مش الذكاء والامكانيات. الفرق هو قرار اخده يكسر بيه حاجز الخوف. احنا كلنا كشباب طبيعي ان يحصل فترات نكون فيها متشتتين، خايفين ناخد خطوه، نفهم كلام الناس، فكان لازم نسمع قصه نجاح حقيقيه من ارض الواقع، من قدوه تقتدى بها. ضيفنا النهارده عمل سيستم ريسيت لجيل كامل في الوطن العربي، اللي علمنا ان الزيرو مش رقم، الزيرو بدايه برحله ملهاش نهايه. هحاول معاك باشمهندس اسامه ازاي. منور يا باشمهندس. حضرتك غني عن التعريف، بس ده محتاجين نسمع من حضرتك. تسمع ايه بالظبط؟ حضرتك مين؟ عرف الناس بحضرتك. المجال اللي حضرتك شغال فيه. جايين نعمل ايه النهارده؟ استنى شويه يا عم. السؤال ده مش مكتوب في السؤال ده سؤال صعب على فكره، سؤال سهل خالص. بصوا يا جماعه، انا عايز اقول حاجه بسيطه والله جدا. انا كنت بستغرب لما حد بيقول لي مثلا انت مميز في حاجه، او مثلا انت اجمد مني فيها. هو الموضوع ابسط من ده كله والله. حد بيعمل حاجه هو بيحبها بس، باختصار شديد جدا. انا دخلت في 100 حاجه ما عجبتنيش، اخترت حاجه منهم انا بحبها وبدات فيها بس. انا بحارب اي حد يلغي فكره الشغف والحب. يعني في ناس كتير بيحاربوا موضوع ان حد يقول لك شغف. ما فيش حاجه اسمها شغف، واشتغل في اي حاجه. هتشتغل وكل حاجه ما فيش مشكله، بس هتعاني وهتتعذب، وهتوصل في وقت اطول بكتير من الناس اللي عندها شغف. انت مش مجبر تعمل حاجه انت ما بتحبهاش، ولا مجبر تشتغل في حاجه انت ما بتحبهاش. ممكن اشتغلها علشان امشي اموري وظروفي، تمام جدا، معظمنا بيعمل كده. بس ما يبقاش جواك انت الحاجه الغصبانيه دي تتحول لحب. مش هيحصل. انا واحد والله حبيت الحاجه اللي بعملها. اكتشفت بعدها لما ربنا كرمني بشويه شهره كده، اكتشفت ان في ناس كتير ما بتحبش الحاجه اللي بتعملها، فانت اتميزت عنهم. بس انا واحد بحب البرمجه بعيد عن الوظيفه. يعني انت عندك في حياتك هوايات، بتشتغل تخلص تروح تعمل هواياتك. انا هواياتي البرمجه، يعني بشتغل اخلص هواياتي ان اكتب كود واعمل حاجه تخص البرمجه، دي الهوايه. فلما الهوايه دي تتحول لوظيفه بتجيب فلوس، فحضرتك هتبدع فيها ببساطه شديده. يعني من غير ما اعرف حتى باسمي ولا اي حاجه، حبيت اعرفك الشغف والحب ممكن يودوك لفين في الحاجه اللي انت بتشتغل فيها. طبق ده بقى على اي حاجه في حياتك. حضرتك طبقت مقولة حب ما تعمل حتى تفعل ما تحب حرفيا. تقريبا صح. كنت عايز ابدا، قبل ما نبدا في المحاور بتاعنا، كنت عايز اعرف ليه الزيك؟ ليه باشمهندس اسامه الزيك؟ ليه مش باشمهندس اسامه الون؟ باشمهندس اسامه بلاش التوب. هو في اجابه صادقه واجابه كذب يعني. تمام. هو عايزين نسمع الاثنين. اصل الناس تحب الحاجات اللي هي الكليشيه اللي بتسمع دي. الكليشيه هو الحقيقه ان هو دي شخصيه في عالم الجيمنج انا بحبها. الكذب بقى ان حد قال لي يعني انت قصدك انك بتبدا من الزيرو، قلت له هي جت كده فتمام. فالناس حبت دي اكتر، بس ده كذب يعني. حلو جدا يا باشمهندس. احنا كشباب زي ما ذكرت، احنا كشباب طبيعي نمر بلحظات تشتت. ساعات بنخاف ناخد الخطوه عشان كلام الناس، عشان آرائهم، عشان بنقارن مواسم زراعتنا بمواسم حصاد غيرنا. فحضرتك ازاي بتحط حدود لحاجه زي دي وبتقول لا انا هبدا، انا قررت فهبدا؟ بص، خلينا متفقين ان الخوف بتاع الناس ده طبيعي، تمام. في واحد بيطلع له يعني لو انت عندك مشاكل في حياتك، صدقني في حد عنده مشاكل اصعب منك بكتير. انت ممكن تلاقي الناس اللي حواليك اللي هم في الشغل مثلا معطلينك عن ان انت تبدا وبيتريقوا عليك او حاجه، في غيرك ابوه وامه اللي بيعملوا كده. ومتاكد من غير ما نبص للمتابعين المحترمين في حد منهم كده. يعني الضغط بيبقى صعب جدا عليه. احنا مش مطلوب مننا ان كل حاجه تستقر عشان نبدا. احنا مطلوب مننا نبص احنا لو ما بداناش هيحصل ايه.
هنفضل في مكاننا ومش هنكسب. انت قاعد في مكانك، مش عارف تصطاد، مش عارف تعمل حاجه، مش هيجيلك فلوس وانت قاعد في مكانك. حياتك مش هتتغير وانت قاعد في مكانك. انت لازم تجرب، لازم تبدا. الدافع اللي يخليك تجرب انك تاخد فرصتك زي اي حد. على فكره ممكن تجرب في حاجه وتفشل، تحصل كتير. اما لو انت اصلا ما جربتش كده انت 100% فشلت. عندنا حاجه في البرمجه اسمها تروسي فولسي باتل، اللي هو يعني في حاجه بجربها فيها 50% نجاح و50% فشل. فانا هجرب حاجه احتمال انجح واحتمال افشل، لكن انا ما جربتش خالص 100% فشل، لان مفيش فرصه انت بتاخدها. صحيح. انا دلوقتي في سباق في حياتي، شاب صغير محتاج يتجوز يبني اسره. هتقعد في مكانك تفكر، هتلاقي نفسك بقى عندك 40 سنه ما بتعملش حاجه. وده مش كلام تنميه بشريه، ده واقع. انت محتاج تقوم تبدا حتى لو الظروف وحشه. تبدا دي مش هقول لك يعني البدايه اللي هي العملاقه يعني، لا، ابدا بس دبس نفسك في المجال اللي انت فيه. عايز تتعلم حاجه، كل ما تيجي تعملها. والكلام ده على فكره يعني كلم الاي اي وهيقول لك عليه، في علم النفس مشهور جدا ومعروف، مش محتاج اجيب لك مصادر. المخ دايما بيحب ان انت تقعد في منطقه الراحه. هو مخك هو عايزك تبقى قاعد هنا ما تطلعش. انت هتقول له انا ناوي اتعلم برمجه، هاخد كورس في منطقه اسمها كذا. المخ بيقول لك لا لا يهدى بس، انت لسه هتلبس وتروح وتتعب كل يوم. هو مش عايز لك ده، هو موجود عشان يخليك مبسوط. فاول ما تحاربه وتقضي على الحته دي وتروح وتتعود على ده، هتلاقي المخ اصلا لقى ان ده التعود، ده الحاجه دي بقت احلى، بقى ده التعود ويعودك على النظام ده. فلو انت حاولت تبدا ولقيتها ماشيه كده، اعرف ان في حاجه غلط. لما تلاقي ان في تحديات وناس واقفه لك وناس متوقعه منك حاجه والمخ بيقول لك لا، يبقى انت كده زينا، انت انسان طبيعي. حارب بقى ده كله وابدا عشان تاخد فرصتك اللي هي ممكن تفشل فيها زي ما قلنا، بس اسمها خدت فرصتي وجربت، بعدين ما نفعش اشوف حاجه تانية. فما تستناش ان كل حاجه تبقى سليمه، عشان بكل امانه وبدون كذب وبدون مجامله ولا تزيين للحقيقه، ما فيش حاجه هتبقى سليمه. وكل ما احنا بنمشي لقدام الحياه هتبقى اصعب. صح. شكسبير كان قال حاجه عن الموقف ده، في الموضوع ده يعني كان بيقول البحر لو كان ساكن الناس كلها تبقى بحارة مهين. فعلا انت المفروض ما عليك الا انك تتوكل على الله وعلى الله التيسير. مقولة ده هما بيقولوا النجاح ما بيجيش من الكومفورت زون. صحيح. لازم تطلع. صحيح، لازم تخرج فعلا من دائرة الأمان اللي أنت حاططها لنفسك. اخرج بره حدودك، حاول تجرب في حاجات تانية. هقول لك على حاجة ممكن بعض الناس تتريق عليها يعني، أو يفتكروا إن أنا يعني زي ما بيقولوا إيه، واقف في صف البلد عندنا هنا يعني قوي يعني، بس مش حقيقة والله. المصريين لما بيطلعوا بره مصر بيبدعوا وبيتحطوا في أماكن عظيمة بجد. عارف ليه؟ عشان هو اتداس عليهم هنا. صح. أصحابي كلهم اللي كانوا شغالين معايا في وزارة العدل متخرجين من مصر هنا، خريجين حسابات، وفي منهم اللي مش خريج حسابات بس جات له فرصة بره. كلهم بجد أساتذة وعباقرة. قبلها بقى كانوا فين؟ قبلها كانوا شغالين في شركة هنا ب 5000 جنيه برضو على فكرة، عشان عارف الرقم ده بيزعل ناس كتير قوي. بس ساعتها الرقم ده كان جامد جدا على فكرة. وفي المنصورة بالذات يا باشمهندس. لا، الرقم ده كان في القاهرة وكان تيم ليد اللي بياخد الرقم ده. فهو اتداس عليه في الشركة فعلا، وشغل الاستعباد او خلينا نقول الشغل الطبيعي بتاعنا هنا اللي هو انت ابن الشركة والحاجات دي. وهن يعني مش عارف هتخش الجنة لو مشيت الساعة 12 بالليل. اللي بيضحك علينا اليوم يعني. واول ما يجيبوا واحد ارخص منك ب 2 جنيه بيمشوك. فهم اتداس عليهم هنا. دي ما كانتش الكومفورت زون، دي كانت الحته منطقه الطحن بقى. لما سافروا بره ولقوا الوضع الطبيعي الهادي بدعوا فيه. فلو هو انعكسنا الوضع ان هنا الوضع العادي الجميل اللذيذ وبره منطقه الطحن، هتروح بره هيلاقوك كيوت كده خالص هيمشوك. هم اتداس عليهم، اتكونت بقى الشخصيه الكبيره الجامده، سافروا بقوا جامدين في مجالهم. انا بقول لكش طبعا دي مش دعوه لان انت تبقى عبد يعني او تتذل، بس يعني بقول لك ان لو ده حصل وغصب عنك في فايده ليك برضه، بس نتمنى ما يحصلش. فعلا الاراء اختلفت في الموضوع ده. هل ابدا استنى فرصه الواو اللي مرتبها 20000 جنيه ولا ابدا دلوقتي بال 5000 جنيه فعلا اللي جاي حاليا واكسب خبره؟ الاراء كانت مختلفه من شخص لشخص الثاني. ناس تقول لك زي ما حضرتك قلت استعبدوك، ياكلوا عليك حلاوه. ناس اشخاص ثانيه زي ما حضرتك ذكرت الحاجات الصعبه اللي هتتعرض لها هتثقل لك فعلا. وبعد الثقل ده انت ممكن تطلب الرقم اللي انت محتاجه وتطلب على الترابيزه 20000 جنيه
او 30 او 40 الشركه تقول لك تعالى يا باشمهندس نورنا عشان تقدر تقدم لنا كذا وكذا وكذا وكذا. اما في الاول حاجه زي ده تبقى صعبه عشان انت جاي تقدم لي انا هاجي اعلمك. فالموضوع ده بيختلف من شركه للثانيه على حسب الهيراركي اللي موجود فيها، بس الشائع اللي حضرتك ذكرته ان فعلا الناس مش لاقيه فرص ثانيه، فهي جت الفرصه اللي قدامها قررت ان هي تدخل تاخد خبره، تاخد ثقه، تاخد معلومات مش هيعرفوا ياخدوها من بين، مش عارف ياخدوها لما يشتغل على ريل تايم بروجكت. فهو فعلا الموضوع ده محتاج وده برضه يرجع لنا لموضوعنا تاني، موضوع التشتت. انت في وقت زي ده تكون مشتت. موضوع التشتت موضوع حساس لانه في كل قرار تقريبا انت بتاخده في حياتك انت قدام مفترض طرق. طب خليني اقول لك حاجه في الحته دي معلش. في ناس كتير قوي سالتني اسئله هو عارف اجابتها، هو اصلا ما عندوش اوبشن تاني. يعني انا مثلا قدامي شغل ب 5000 وب 20 زي ما انت قلت كده، بس ب 20 ده قدامه شويه، 5000 ده متاح. طيب انت تقدر تقعد فتره متغطي ماديا لحد ما توصل ل 20؟ قال لي لا انا عايز فلوس من بكره. قلت له انت اجابه سؤالك معاك، انت بتسال سؤال اجابته عندك، انت مش هتعرف تسيب الوظيفه دي. طول ما الثلاجه محتاجه اشتغل اي حاجه. هو ببقى عايز اعرف انت عايزني اجاوبك اقول لك ايه. اجابه سؤالك نفسها معاك. الفرصه، يعني موضوع الفرصه خلي بالك مش بتيجي دايما يعني للشخص اللي بيستاهلها زي ما ناس فاهمه. في ناس محطوطه كتير جدا في اماكن غلط. يعني اللي هقوله لك ده الباشمهندسه رحمه نفسها تستغربوا. يعني في وزاره العدل كان معانا يو اي يو اكس، والله العظيم كان بياخد 40,000 جنيه ريموتلي وانا كنت بصلح له حاجات لحد وما كانش بيتقبل. انا كنت بصلح له حاجات، بقول له انا اخري يعني في كتاب كده اسمه بريبوزيشن موديل ديزاين او حاجه زي كده في اليو اي يو اكس، قريت فيه شويه بس خدت كام خبره عبيطه كده مش مجالي اصلا. انا صلحت له حاجات كان زعلان قوي واكتشف انها صح، زعل اكتر. فما بقيتش اتعامل معاه، قلت له انا مش عايزه معايا في الفريق. فالناس بقت تقول له هو بيكلمك صح، هو عايز يقول لهم هو ازاي حد فرونت اند يصلح لي. قلت له ما احنا مش هناخد كلامك قرآن. اللي عايز اوصله لك ان هو محطوط في المكان الغلط وبياخد مرتب عالي فعلا وشغال ريموتلي. ليه؟ هو سعى للفرصه وفي غيره اشطر منه بكتير ممكن ما حاولش يتعب عشان يسعى للفرصه دي، وده اللي خدها. بما انك ذكرت حوار ان انت رجعت له اخطاء وزعل في حاجه زي دي، قدمت له مساعده هو ممكن يعتبر ان هو رفض، فانت في رحلتك اكيد في بعض الاشخاص رفضوا يقدموا لك مساعده. كلهم تقريبا. فازاي زي ما بيقولوا نخلق من بطن المعاناه امل؟ يعني بص الكلمه السحريه بالانجليزي يعني ريموف ذا ايجو. اي حد عايز ينجح يقضي على الايجو اللي عنده، حطه على جنب. هتنجح بعدها على طول بدقيقتين. في ناس بتعتقد انه المساعده دي ان انا قليل عندك. ايه ده؟ طب ما انا بطلب مساعده من ناس اقل مني في المستوى. طب انا في واحد بيعمل لي موقعي عادي والله، ايه المشكله في كده؟ في واحد بيعمل لي موقعي الشخصي هيقول لي ايه ده انت اسامه الزيرو يعني اللي اخترع البرمجه يعني ايه يا عم؟ عادي والله العظيم. ايه المشكله؟ المساعده مش معناها اهانه. في ناس عندها المساعده اهانه او بتعلم عليا، لما تصحح لي معلومه بتعلم عليا. كل المبادئ الفاشله دي لو طلعتها من دماغك هتلاقي الحياه اختلفت. لا بجد شكرا ان انت ساعدتني، تسلم على المعلومه. مش عايز اقول لك كام واحد كان بيجي يقول معلومه قدامي ومبهور باللي هو بيقوله ونص المعلومه غلط وانا عارفها من قبل ما يتولد، بسيبه يخلص خالص واقول له تمام تسلم ايدك خلاص. اول ما يجي بقى يعلي ويتنفخ اروح مفرقع له البالونه دي، اقول له المعلومه دي غلط ما دام انت اتنفخت كده والصح بتاعها كذا. فحاول انت تبقى مؤدب وانا مؤدب، تقول المعلومه وشكرا واللي قدامك ما يعليش عليك، وانت نفسك العكس بقى اسمعها منه ما تضايقوش او ما تحسوش ان هو قديم. عارف الشغل بتاعنا اللي هو ده انت قديم قوي، ده انا عرفتها من حوالي اسبوع ولا حاجه. أيوة. طب ما مش معنى ان انا بقولها دلوقتي ان انا عارفها دلوقتي. في بوستات شيرتها على الفيسبوك في معلومات كنت بعملها في ويندوز 95 ما شاء الله وشيرتها دلوقتي، ده معناه ايه؟ ان انا لسه عارفها دلوقتي؟ لا، انا بشيرها لان لقيت ناس مش عارفاها. فكل الحاجات دي طلعها من جواك هتبدا تشوف خطوات النجاح. صحيح. هو عموما الشطار بيكون عندهم استعداد يساعدوك خطوه بخطوه للنجاح، بس هم بيكونوا محتاجين حاجه واحده بس، ان انت تديلهم مؤثر جاهز. هم
مش هيعرفوا يأدبوه. يعني انت محتاج يجي لهم مؤدب جاهز ان انت تستقبل التعديلات اللي هيعرضوها بغرض المساعده مش بغرض حاجه ثانيه. احنا غطينا حوار ان انت عرضت المساعده وتم رفضها. انا عايز بقى اعرف لما انت تطلب مساعده ويتم رفضها، موقف زي ده حصلت لك قبل كده؟ طيب بص، يعني انا في الشغل مثلا بطلب مساعده من حد في حاجه انا بكون انا بعرف اعملها، بس انا بأساين التاسك ده ليه عشان يعمله، عشان اخش انا في حاجه ثانيه. هو ما يقدرش يقول مش هعمله، لان احنا اصلا بنساعد بعض، وغالبا انا بعمل له حاجه في شغله. حل القصه دي كلها ان يعني الشركات العالميه او الشركات الاماكن النظيفه اللي يبقى عندها شهاده الجوده الايزو 9001 دي، بيكونوا عاملين حاجه للاسف مش موجوده عندنا هنا. احنا شغالين هنا بشهاده المراجيح، اللي هو كل واحد بيعمل اي حاجه. زي في بنت هنا سالت سؤال للباشمهندسه رحمه بتاعت اللي هو الناس فاهمين الفرونت اند هو اليو اي يو اكس، مسمينه مصمم، هو اسمه مصمم، احتمال يدوا له حاجات الجرافيك كمان في السكه والموشن والحاجات دي كلها. ده بيسموه شغل المراجيح. الشركات العالميه بيبقى في حاجه اسمها تايتلز، وكل تايتل ليه جوب ريسبونسابيلتيز معروفه. مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل حاجه بتاعت الباك اند وانا فرونت اند او العكس. مفيش حاجه اسمها ادخل في تخصص اليو اي يو اكس تقول لي طب انا صلحت لهم شويه صح عشان هو كان عنده اخطاء كارثيه. ده اللي انا ما قلتوش، مش اخطاء تغتفر، اخطاء كارثيه. لو حد لسه واخد كورس في اليو اي يو اكس كان هيطلع يعمله احسن منه. فحرام بجد، يعني انا مش عارف مين وافق عليك. دي بقى الغلطه الاولى، ان اللي وافق عليه مش مؤهل انه يوافق عليه. شفت اللخبطه قد ايه؟ لو انت صلحت ده كله هتلاقي كل واحد بيعمل شغله، ولما اجي اطلب منك فعلا مساعده، يا اما في حاجه في شغلك، يا اما حاجه انا بعرف اعملها لان ده شغلي، بس انا هعمل حاجه ثانيه. رفضت تساعدني، ده حاجه ما تزعلش، ده بيزنس وعادي جدا جدا ان انت تكمل. في لو حد فيكم متابع اللي هو برنامج هيل كيتشن بتاع جوردون رامسي، ده حد فيكم متابعه؟ اللي هو الطباخ العالمي اللي بيعمل مسابقات طبخ ده. الراجل ده انا من الناس اللي بتكرهه يعني ماشي، بس هو عنده حاجه حلوه انا بحبها. الراجل ده لو انت اشتغلت معاه هتتربى بجد. هتتربى بجد يعني ايه؟ هتخرج كل حاجه شخصيه جواك وهتتعامل بيزنس بس. وفي شركات كتير محتاجه منك انك تبقى كده. الراجل ده حرفيا بيكسر قلوب الناس، يعني ممكن يضربك قصف جبهه يجيب اجلك. تمام؟ ممكن بعد ما تتعب وتعيط واعصابك والبنت اللي بتطبخ ابوها وما جنبها يقول لها حاجه قمه في القرف في وشها كده، عادي جدا. تمام؟ يعني انا اسف سوري، يعني خنزير برخصه بجد. بعد ده كله انا بقول لك ان الراجل ده اكتر واحد هيعلمك تتعامل بيزنس، ان انت تسيبك من المشاعر دي على جنب في الشغل. المشاعر دي بين الاصدقاء والاهل. في الشغل اللي بيني وبينك بيزنس. دي حاجه من الحاجات اللي بتفشل ناس كتير، ان انا ابقى معتقد اصل انا بحب المدير، اصله صاحبي. لا، المدير مش صاحبك. المدير ممكن يجيب حد تاني بدالك في نفس اليوم. لا، اصل الشركه دي عندها ولاء ليا. احنا متفقين ان ولاء دي اتقتلت من زمان، مفيش الكلام ده. الشركه بتاعت بيزنس، وخصوصا احنا دلوقتي في عصر الرأسمالية، يعني في ازهى عصور الرأسمالية. الشركه دلوقتي بيمشوا الاف الناس بسهوله. فانت حضرتك دلوقتي بتتعامل مع بيزنس، تاخد منه بيزنس. في حلقه شفتها الرد على سؤالك بالظبط. في بنت كانت بتعمل اكله وكان فاضل لها حته زبده كده وما عندهاش، راحت تستلفها من واحده تانية عندها كتير جدا، قالت لها لا، دي مش بس مساعده، دي بتاذيها. انت لو بتتعامل بيزنس هتبقى مجهز نفسك لان انت ما تحتاجش مساعده حد بس. على ذكر الطباخ، اعتقد البيئه اللي بيحطوا فيها فتحت موضوع الاكل انا جوعنا. معلش انا بدخل حاجات غريبه كده نحاول نوصل المعلومات. براحتك يا باشمهندس. على ذكر الطباخ، اعتقد البيئه اللي حط فيها الناس اللي تحته كانت بيئه توكسيك. فانت ازاي يا باشمهندس اسامه ازاي تستغل ده احسن استغلال؟ يعني ما تخليهاش تاثر عليك بشكل سلبي. ازاي تتعامل مع حاجه زي دي؟ بص، هو ما فيش بيئه توكسيك. ممكن تسال الناس اللي قاعده دلوقتي، قول لهم انت شغال، قول لهم مين شغال في بيئه مش توكسيك يرفع ايده. مين شغال في بيئه مش توكسيك يرفع ايده؟ اتحداك، انا بقول لك اتحداك واتحدى حضرتك. ما فيش بيئه مش توكسيك. انت ممكن تكوني معزوله عن التوكسيسيتي لكن البيئه توكسيك. ممكن تكوني ما بتتعامليش مع حد، ما عندكيش احتكاك مباشر بالفريق، فاكيد مش هتشوفي اي حاجه توكسيك. انما لما تقعد مع خالتي اللتاته في الشركه هتعرف ان البيئه اللي انت فيها دي توكسيك.
تمام. طيب انا هقول نفس اللي قلته من شويه، انا بتعامل دلوقتي بزنس، انا ماليش دعوه بالحكاوي الجانبيه، انا جاي المكان ده اعمل شغلي اخد فلوسي اروح. هتندمج معاهم، ما تجيش تشتكي بعد كده. اصل مش عارف مروه قالت عليا كلام وحش، مش المفروض تقول عليكي ولا تركزي ولا تعرفي مين اللي قال لك. دي حاجه لسه حد قايلها لي النهارده افتكرتها. انت جاي تعمل شغلك، تخلص شغلك على الجهاز، تروح تقبض مرتبك. دخلت في حوارات جانبيه ما تشتكيش بقى، خلاص انت دخلت في الدوامه دي. طيب تهيئ نفسك ازاي تتعامل بزنس. اتعامل بزنس. انا ما بقولكش ان انت تبقى شخص مثالي وما بتغلطش، يعني انا بقول لك ان ما تجيش تشتكي بعد كده. انت دخلت في الدوامه دي، ما تجيش بعد كده تقول هو ليه في الدوامه دي، هي موجوده، انت اللي دخلت فيها. ببساطه اعمل شغلك ومالكش دعوه باي حاجه تانيه. صحيح. طب لو مثلا اعتبرنا ان حد ساب ودانه اللي بيحصل والحوارات اللي بتحصل، وسمع مثلا ان في حد بيضره سواء قولا او فعلا او لفظا، اختلاف المسميات يعني، ازاي يقدر يتعامل مع الحاجه اللي بتتقال في حقه بشكل حكيم؟ يعني لو حد ذكرك بسوء مثلا، ازاي ما نخليش الحوار ده يأثر عليك بشكل سلبي؟ بص انا لما بجاوب اكتر حاجه بتخوفني يعني عندي سنسور ان حد يحس بالمثاليه في ردي. انا اكتر واحد غلطت في حياتي، وكنت معظم فيديوهاتي بحكي غلطاتي اصلا. يعني مش بحكي لك ان انا اللي مولود سوبرمان يعني، لكن لما بوصل للحل بحله فورا. يبقى متفقين ان انا غلطت زي اي حد، غلطت اكتر من غلطات الناس اللي قاعده دي بكتير في الشغل، بس الغلطه بحلها فورا لما اعرف حلها. حاجه بسيطه جدا نفس اللي انت قلت عليه. انا في صفحه على الفيسبوك في بدايه حياتي كانت فاتحه عشاني، عاملاني ماتيريال. العادي من وجهه نظرك اعمل ايه؟ انت عملت ايه؟ ما انا عايز اسالك، العادي الطبيعي لو سالت اي شخص ماشي في الشارع هيعمل ايه؟ صفحه الماتيريال بتاعها هو انت، وفيها حاجات سيبك من التريقه عادي، لا في استفزاز بكذب، اللي هو مثلا اسامه قال كذا، انا اصلا ما قلتش ده. يعني انت بتفتري وتكذب وتتريق. التريقه ممكن تتريق على حاجه انا عملتها وتطلع فعلا تستاهل التريقه، حلو جدا، هتضايق زي اي حد بس انت عندك حق فيه. انما انت بتكذبني في حاجات بتستفزني عشان ارد، فالعادي ان ارد صح. انا قعدت سنين ما جبت سيره الصفحه ولا كلمتهم غير مره في حياتي بعد كده، وشكرتهم عشان المتابعين اللي جم من عندهم. انا عملت ايه هنا؟ انت جاي تعمل ايه على الانترنت؟ انت جاي تعمل ايه في صفحتك؟ عندك رساله معينه بتقدم علم، يبقى اي حاجه هتوديك يمين او شمال ما تشتكيش منها بعد كده. هتندمج معاهم ونتحول لبرنامج رامز جلال وده يرد على ده، وبعد كده المحتوى يقلب زي كده. طبعا انت متابع البيف بتاعي انا وغريب ومحمد فتحي بنهزر، في ناس مش عارفين ان احنا بنهزر، انا بدخل اوضح لهم، اقول له احنا بنهزر، لدرجه ان دلوقتي مفيش حد في التعليقات، اتحداك لو حد في التعليقات فكر اننا بنتكلم بجد، الموضوع شخصي خلص. فهنا انا بعمل ايه؟ برد وبضحك اهو بنهزر. انما لو حد بجد اتكلم وقال حاجه عليك عشان مستنيك ترد، مستحيل ارد. هات لي بوست في حياتي كتبتها او فيديو ورديت على حد او قلت فيه فلان بيقول عليا كذا وانا برد على الكلام ده، عشان دي مش يعني ده مش الهدف، دي مش رسالتك. نفس القصه في الشغل، واحد نفس الموقف قال عليك كلام بالكذب مش بالكذب اي حاجه، اول حاجه تفكر فيها بس هو الكلام اللي بيقوله ده صح ولا غلط. في واحد قال ان انت شغلك وحش، في مشاكل في السكيورتي، جبت لنا بلاوي في الشغل، الكلام اللي بيقوله صح ولا غلط؟ لو صح خد ده فيدباك وحاول تصلح اللي هو قاله. مش صح يبقى ده شغل عيال، انا مش هنجرف للحته دي وهكمل زي ما انا. الموضوع صعب صح من الاخر يعني، بس بالتعود هتحله. صح. على ذكر الموضوع ده، انا كنت اتعرضت لموقف وانا صغير تقريبا وانا عندي 6 سنين. مدرسة المكتب بتاعتي دخلتني في مقارنة مع حد معين، قالت بالحرف كده، والكلام ده اتقال من تقريبا من 16 سنة، أنا عندي 21 سنة، اتقال من 15 سنة، لسه الكلام محفور في دماغي. الشخص ده يقدر يطلع يتكلم قدام الناس. عمار، لا أنا مش هذكر اسم الشخصية دي. ازيك يا أبو فايزة؟ هو قاعد معانا؟ ازيك يا أبو فايزة؟ يا رب تكوني شايفاني. ما تقولش الاسم عشان محدش يعرف. طب مننا قصدي. والحمد لله سبحان الله بعد 15 سنة ممكن أكون
اخدت الحاجه دي بشكل ايجابي، اخدتها ان هي فعلا، وكان عندها حق وقتها. كنت انا لسه طفل صغير قد كده، كنت قد كده تقريبا، ما بيتكسف، ما عندوش اي حاجه يقدر يقدمها لاي حد، فكان عندها كان عندها حق بصراحه في الموضوع ده. سبحان الله دلوقتي انا قادر اتكلم قدام الناس بكل ارتياحيه، وللمفارقه انا اقدر احاوركم باكتر من لغه. يعني دلوقتي انا بتكلم معاكم بلغه عربيه زي الفل الحمد لله، لغه انجليزيه برضه ما يضرش، ولغه صينيه بالمناسبه. يعني ممكن نعمل سيميوليشن على السريع كده، ني هاو، بس كده، دي معناها السلام عليكم ازيكم عاملين ايه الاخبار. هي دي بس تاني دي وبس ولا في دي تاني؟ ترجمه الكلمه دي. لا قصدي في كلام تاني ولا هي بس؟ لا هي دي بس، دي بس معناها السلام عليكم ازيكم عاملين ايه الاخبار. وكمان يا رب تكونوا مبسوطين معانا النهارده. فالموضوع فعلا انت المفروض تاخده بحكمه، تتعامل معاه وتوزنه بميزان العقل. شوفوا هل فعلا الموضوع ده هيأثر عليك بشكل ايجابي، تشوف محتاج تطور ايه او تشتغل على ايه عشان تطلع برودكت كويس وتبقى الفيرجن احسن منك. قارن نفسك بنفسك انت، ما تدخلش في مقارنات. وبالمناسبه دي كانت حاجه حطيتها في الفقره الاولى، ان احنا بنقارن مواسم زراعتنا بمواسم حصاد الاخرين اللي هم اصلا ما شاء الله حيتان في المجال. يعني معلش، مين اللي هنا فرونت اند ديفلوبر؟ ماشي، واحد بس ولا ايه؟ دي تزعل ليه؟ تزعل ليه؟ انا مش فرونت اند والله عادي، بس مين هنا باك اند؟ نفسهم برضه ده فول تزعل ستاك. ليه؟ انت فول ستاك كده طيب عاوزك تعمل لي سايت قصاد باشمهندس اسامه الزير واللي يكسب لي 10 جنيه. صعبه صح؟ صعب. انتوا وزنتوها بميزان العقل، وزناها هنا بان مش منطقي. فليه مش بناخد من كل الابعاد او كل القرارات اللي احنا بنتخذها في حياتنا ما بنقيسهاش بالميزان ده؟ الشخص ده اشتغل على نفسه من بدري، سبقني بكتير في المجال. يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، معظم الناس اللي شغالين معانا في الكليه بتاعتنا اعرفهم بيكونوا اصلا متعلمين برمجه من اولى ابتدائي، من اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثه اعدادي. ما تقارنش نفسك بيهم، هم حرفيا زي ما قلت لحضرتك انت محتاج تقارن نفسك امبارح بالنهارده. صحيح. في كتاب يا شباب بيلخص كل الكلام ده وزياده، موضوع المقارنات والشخصنه وموضوع انك يعني تقارن نفسك بحد ومش عارف ايه، اسمه الذكاء العاطفي. الكتاب ده بجد من الكتب اللي يعني هيزود لك كتير لو انت تحب تقرا. يعني هيزود لك كتير ليه؟ هو مش هيديك معلومات، هو هيقول لك اللي بيحصل معاك ده معناه ايه. ودي حاجه مهمه جدا، انك يكون بيحصل لك حاجه ومش فاهم ليه او معناها ايه. الكتاب ده هيخليك تشوف اللي بيحصل معاك في حياتك ده معناه ايه بس. ودي حاجه مهمه على فكره، انك تصنف اللي حواليك وتشوف التصرف اللي بيعمله ده صح ولا لا، ومسماه ايه والناس بتقول عليه ايه. ده مهم. صحيح. اتكلمنا عن الناس المحبطه والفئات التوكسيك. ممكن ننتقل لمحور تاني. انت بتقول بيئات وسمعتها البنات التوكسيك. لا البيئه التوكسيك. انا اسف انا ما صوتش اطلع حاجه بره يا باشمهندس. سؤالها بسرعه بس فانا سمعتها. وقعت مننا. عموما مفيش بنات توكسيك يعني، عشان بس لا كلهم على دماغنا. اي خدمه صلحت كده الموضوع يعني. حابين ننتقل للمحور الاساسي بتاع السيشن بتاعنا، التشتت. احنا في عصر سريع، الوتيره بتاعته وتيره سريعه. يعني يمكن الدكتور مصطفى محمود من 30 سنه تقريبا سبحان الله فصل اللي بيحصل في عصرنا الحالي بالتفصيل. كان ذكر ان عصر التكنولوجيا هيبقى عصر سريع وتكته سريعه، الناس مش هتبقى ملاحقه على حاجه، التشتت هيكون وصل لاعلى ليفل ممكن في تاريخ البشريه. اعتقد فعلا الكلام ده صح دلوقتي. انت لو جيت تشوف، واكيد حضرتك واعي اللي بيحصل في المجتمع، نسبه التشتت او نسبه الناس اللي فاضله مركزه معانا في السيشن حتى الان بعد نص ساعه او ساعه الا ربع ممكن يكون قليل، ممكن يكون سقط. انا عموما انا اول واحد بشتكي من الحوار ده. فحضرتك شايف ازاي ممكن تطلع من الدايره دي؟ ازاي تطلع من دايره المشتتات زي السوشيال ميديا، زي الاخبار اللي بتوديك في عالم وبتجيلك تاني، زي الريلز المصيبه اللي انا عامل لكم على صفحه ميجا ريلز بتاعت حفلات. طيب في حاجه بس
في حاجه اسالكم عليها وتوضح لكم برضو الموضوع. في ولد كده بيطلع على الفيسبوك بيقعد يقابل ناس يقعد يرقص معاهم، انا متاكد عدى عليكم صح؟ حد فيكم لاحظ ان الولد ده بيلبس نفس الطقم على طول؟ ده في عالم البيزنس بيسموه البيرسونال براندنج او البرزونه بتاعته كده، وزي برضو الدحيح تلاقيه بنفس الطقم، ناس كتير عالميين هتلاقيهم لابسين نفس الطقم. عايز اقول لك انه في جزء نفسي من الموضوع ده بعيد عن البيرسونال براندنج، الناس دي بتشيل هيدك الستايلينج من حياتها. شوف هتقول لي هو للدرجه دي الموضوع كبير قوي كده؟ كل ما تشيل من دماغك حاجه كل ما بتفضي مكان لحاجه مفيده. انا واحد من الناس مثلا بلعب جيمز وقدامي العب في 3 اجهزه، مثلا اكس بوكس وبلاي ستيشن ونينتندو، ممكن اشيل من حياتي الثلاثه، او لو انا مصمم على جهاز اختار جهاز واحد بس واشيل الباقيين. كل ده خلي بالك جوه مخك، كل ده هيدك عليك تشيله. كل ما تشيل من دماغك حاجه هتبقي مكان لحاجه تانية هي اللي هتبدا تجيب لك فلوس. كل دي ملهيات مش بتجيب فلوس، فعلى الاقل تفضي دماغك من الحاجات اللي ملهاش لازمه. السوشيال ميديا دي يعني صدقني انا اسف في اللفظ اقذر حاجه تم اختراعها حديثا. لو انت واحد من الناس ما بتستفدش منها ماديا الغيها من حياتك فورا فورا. انا لو لقيت طريقه يعني تساعدني في الكورسات والحاجات دي بعيد عن السوشيال ميديا هلغيها من حياتي فورا، علشان هي مؤذيه ومش بتفيدك في حاجه. حاجات كتير جدا لو حاولت انت تظبطها وتشيلها من حياتك هتلاقي حياتك اتغيرت. واحد ما عندوش شغل بالليل وبينام الفجر، اكبر غلطه تعملها في حياتك، حياتك وصحتك بتتدمر. لو انا شغلي بيخلص الساعه 9 10 بالليل او مثلا بدري واقدر انام 9 وما انامش، دي اكتر حاجه غلط ممكن اعملها في حياتي. هديكم مثال ناجح جدا انتوا عارفينه وبيعمل حاجه ناس كتير جدا مننا ما نعرفهاش. مين فيكم عارف ابراهيم عادل؟ زي امريكان انجلش، اكيد كلكم عارفينه. ابراهيم بينام الساعه 9 ومحدش فيكم ممكن يتخيل الكلام ده، وبيصحى 9 بالليل. 9 بالليل ابراهيم بينام 9 بالليل وبيصحى 4 الفجر. نجاح انا ممكن اكون ناجح 9 الصبح. لا 9 الصبح انت وراك حاجه تخليك تسهر. انا كنت بسهر بالليل عشان لما اجي اسجل الناس تبقى نايمه. في الوقت العادي كل الناس صاحيه وفي صوت صريخ وصوت عربيات مش عارف اسجل. ابراهيم عايش في منطقه اهدى مني بيسجل العصر عادي وبينام بالليل. لو لقيت انا الطريقه دي زيه هنام بالليل برضه. فانت اللي بايدك تفلتر كل حاجه ما عدا الحاجات اللي ملهاش حل. ما عدا الحاجات اللي ملهاش حل. جمله بسيطه ممكن تفلتر لك حياتك، اعتزل ما يؤذيك. السوشيال ميديا يوميا بتاذيك وبتحولك لبني ادم يعني عدواني جدا، داخل تتخانق مع الناس. في حد لو قال لك انا عايز اقول رايي بس قبل ما تكمل عايز تضربه. السوشيال ميديا بتحولك. طب انت محتاج منها حاجه؟ هتقول لي يعني بص اصل انا بتسلى ومش عارف. شوف وسيله تسليه تانية شلتها من حياتك، خلاص شلت جزء من الكباسيتي بتاعت مخك تقدر تحط مكانه حاجه تانية. تخيل بقى لو شلنا كل حاجه من حياتنا بالشكل ده، هتلاقي نفسك فضيت دماغك لحاجات تانية انضف، حاجات هتبدا تطورك. يعني بدل التسليه دي ممكن يعني يعني انا عندي تلعب جيمز، تقرا كتب، تعمل اي حاجه من دي انضف بكتير من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عباره عن خناق وبس. مع كل الاحترام لاي حد انت متابعه بيقدم محتوى، هتلاقي قدامه ناس تاني بتتخانق، هو نفسه هتلاقي في التعليقات ناس بتتخانق وهتندمج وتخش معاهم عشان انت بتحبه، هتدخل في خناقه تاني. في النهايه المردود النهائي في خناقه في الموضوع، فمش هتستفيد اي حاجه. فاحنا ما بنفضي دماغنا مش هتلاقي التشتت اللي انت بتقول عليه ده. صح. وممكن من الحاجات اللي نطبقها وتساعد في تقليل السوشيال ميديا حوار الجيميفيكيشن، اللي هو فكره كنت حضرتك غطيت حاجه زي دي في البودكاست قبل كده. فكره الجيميفيكيشن، ادي لنفسك فتره راحه والعب براحتك، بس يكون اشتغل ويكون مكافئتك ان انت تشتغل على السوشيال ميديا مش العكس. ليه؟ عشان احنا كبشر المفروض نرتب اولوياتنا ترتيب صح عشان نطلع انتاجيات، ما نسيبش نفسنا للكسل. ليه؟ فعلا السوشيال ميديا بتشتك شتة رهيب. بالمناسبه لو ممكن حضراتكم كلكم ما تعرفوش حاجه زي كده، بس انت في حد في حدود في تيمات شغال عشان تفهم اليوزر اكسبيرينس بتاعك، يعني اليو اي يفهم الموضوع ده اكتر مني. فكره ان هم يوفروا لك احسن شكل ممكن تشوفه عشان تستخدم تطبيقه اكتر.
وتفضل عندهم اكتر ليه؟ لا هو الموضوع معلش، هو الموضوع ابعد، يعني الشكل ده حاجه اي بي سي خالص، يعني ممكن نقول عليها نص في المية. الموضوع ابعد من كده بكتير. في فيلم اسمه سوشيال دايليما من ناس عباقرة بجد، هيشرح لك ازاي آلية. لو حد فيكم شاف الفيلم هيشرح لك، في واحدة شافته، هيشرح لك الفضايح بتاعت السوشيال ميديا، هم اصلا بيعملوا ايه عشان يخلوك تدمن السوشيال ميديا. الموضوع مش واحد عامل مشروع تخرج عبيط يعني، لا الموضوع ده وراه دول، يعني الموضوع مش سهل. هو بيخليك ازاي تدمن السوشيال ميديا ما تطلعش منها. مش بس كده، يعني مؤخرا يعني الموضوع تطور جدا. في بدايه يعني بذره الموضوع ده حاجه زي الفيسبوك بيحط موديل ليك، بيشوف كل تصرفاتك، وبعد فتره من التغذيه دي والبارامترز اللي بالمليارات دي، يعني اكاد اجزم فوق ال 90% لو اتحطيت في اي موقف، لو سالوا الموديل هتعمل ايه، هيقول اللي انت هتعمله بالمسطره، وهيبقى عارف عنك حاجات اكتر منك، ان هو بيحلل انت ماشي كده بالبركه. لو دخل في انتخابات هيعمل ايه، لو دخل في محل هيشتري ايه، هيبص على ايه اول حاجه، لو دخل في مطعم ايه اول حاجه هيروح للمنيو، ممكن يدفع كام وممكن يدفع ولا لا، كل حاجه عنك يقدروا يعملوها. فمع بقى التجسس على الشات والاعلانات اللي بتطلع لك، فبعد كده حضرتك هتكون فولي كنترولد، يعني خلاص مش محتاج يعني. صح. طيب موضوع زي ده محتاج قرار ومحتاج برضه شغف. بيقال ان الشغف هو الدافع عشان تتحرك او عشان تاخد خطوه معينه، بس الحقيقه ان الكلام ده طبعا هو مش صحيح. الشغف ده بيخلص، ما بيكونش، ومزاجك بيتغير. ازاي ابني لنفسي طريق امشي عليه عشان اقلل من حوار الكسل اللي ممكن يحصل بسبب حاجه زي دي؟ بص، اللي بيوقع ناس كتير جدا ان هم ما بيحطوش اهداف. في ناس تدخل تتعلم، يعني ابعد من ابو بقوله لك ده بكتير، في ناس تدخل تتعلم مجال هو مش عارف يعمل بيه ايه اصلا. يعني مش هقول لك انه حاطط هدف، لا هو مرحله الهدف دي بعيده قوي، هو مش عارف داخل يتعلم ليه. كذا واحد يقول لي انا دخلت كورس بايثون وفي نص اهو، اعمل ايه؟ قلت له تعمل ايه في ايه؟ انا مش عارف، انت اللي تقول لي انت بتتعلمه ليه. قال لي ما اعرفش، انا لقيت الكورس على القناه دخلت. قلت له ايوه، يعني ليه؟ وبعدين مفيش هو ما عندوش اجابه. خد عندك بقى مش بس الناس اللي بتتعلم، خد عندك ناس بتدخل ميتنج معاهم عايزين يعملوا بيزنس مش فاهمينه. احنا عايزين حد يحل لنا مشاكلنا، احنا عايزين حد هو اللي يعمل البيزنس واحنا ندفع. واحد قالها لي كده، احنا عايزين حد يعمل البيزنس واحنا ندفع. طب ايه هو البيزنس؟ هو عباره عن موقع بيعمل كذا، بس ده البيزنس، يعني اختصرته في الجمله دي. فده بقى هتعاني معاه معاناه وهتتعب معاه، وهتحتاج 2 بيزنس اناليست معاك عشان يفهموه، بس لان هو مش فاهم البيزنس. فما بالك بالغلبان اللي داخل يتعلم، هتقول عليه ايه؟ هو حد داخل مش عارف هو رايح فين. احنا في حياتنا ما بنتعلمش حاجه الا لما نكون عارفين هدفها ايه. مفيش حد في الدنيا يجي لواحده او جوزها يقول لها هات ابنك دخليه النادي ده. ادخله النادي ده ليه؟ عشان هيتعلم كذا. هيستفيد ايه بالتعليم ده؟ هيستفيد 1 2 3. تمام، بكام؟ بكذا. اذاكر ده كله واقرر بعد كده. انما هات ابنك معانا عشان الحياه تمام، يعني هيبقى حلو. بس تخيل بقى لو قال لك هات ابنك في النادي وما قالكش اصلا هيتعلم ليه، خلاص الموضوع منتهي، انت تدفع وامشي. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، انا بتعلم مش عارف انا بتعلم ليه. فاول حاجه انت تختار مجال او مسار حد يقول لك عليه، تبقى عارف هدفه ايه في الاخر. بعد كده تحط انت لنفسك هدف. انت بتتعلم ليه؟ بتتعلم برمجه ليه اصلا؟ الفلوس ده هدف، عايز اجيب فلوس، ده هدف. ده على فكره مش مرتب، ده هدف. في حد تاني بيتعلم برمجه مش عشان الفلوس، عشان عايز يعمل سيستم لوالده يدير له الشغل بتاعه، ده هدف، مش هياخد فلوس منه، هيساعد ابوه. في واحد دكتور وكذا حد كلمني بيعمل بيزنس للعياده ويحط فيها بقى كل افكاره، هياخد فلوس منه؟ مش هياخد، هو ده هدف. في واحد عايز يعمل موقع قال لي عشان اوفر الفلوس اللي ادفعها، هدف اهو. لكن انا بتعلم بدون هدف، ما تسالش بعد كده على النتائج، لان انت مش عارف انت بتتعلم ليه، وهتفقد الشغف عند اول مطب. اول مطب تقول ايه يا عم، هو انا ليه في مطبات ما دام انا اصلا مش هروح في حته في الاخر. انما لو انا هروح في حته وعارفها استحمل المطبات. زي ما جينا الايفنت كده والطريق كله مكسر ومقفول، ومش عايز اقول لك على الناس اللي في السكه، واحد مسك نفسه والله. الحمد لله.
الحمد لله. طب برضه بالنسبه لحوار الكسل، احنا معظمنا ممكن ندخل بهدف واضح ونكمل في المشوار، الساعه عند النص الطاقه خلصت، انا ماليش مزاج اشتغل النهارده، كسلان. بالنسبه للموضوع ده تحب توجه للشباب ايه؟ بص، في حبيبنا اسمه احمد متولي، اخوك متولي لو تعرفه. هو عنيف شويه عني يعني. حد بيقول له كده، بيقول له استرجل، بس يعني استرجل بجد. انت داخل على مفرمه، مفيش حاجه اسمها كسل. انت بتكسل في اكل عيشك يعني. انا متفهم ان انا الحياه تمام وكسلان شويه كده، مش عايز اقوم، بس الحياه ماشيه. انما انت بتكسل في رزقك واكل عيشك، انت مش عايز تقوم تشتغل. انت هنا ما عندكش منطقه الراحه اللي ممكن تسمح لك انك تكسل شويه. في واحد غني او واحد شغال في شركه والحمد لله ربنا كرمه مرتب محترم، جه في يوم كسل يروح، عنده كريدت، عنده رصيد، الدنيا تحلو تاني ويكمل ومفيش مشكله. لما انت بتكسل امتى؟ انت بتكسل قبل ما تبدا. فانت يعني مش عايز تاخد التحدي، فمفيش تحدي تاني هينفعك. هتكسل هنا فهتكسل في كل حته. علاج الكسل نفس علاج الشغف والله، ان انت تحط هدف. في هدف. هو لو في شاب عايز يتجوز وشايف الحياه صعبه ومحتاج فلوس بجد كتير، هو لو كسل ده معناه ايه؟ معناه ان الهدف ده بالنسبه له يعني مش مهم. في ضغوطات نفسيه عليه كتير وفي مشاكل حواليه وكلنا عايشين في زفت، انا عارف. بس انت كل ده مش هينفعك. لو قعدت تعيط محدش هيعيط جنبك والناس هتسيبك. عارف في الزمن ده كام حد قال لي انه من كتر مشاكله اللي بيحكيها لصاحبه قال له انت جبت لي طاقه سلبيه مش عايز اتعامل معاك تاني، وعمل له بلوك؟ انا مش بعاتب عليه. انت عمال تحكي لواحد عن مصايب وهو حياته زي الزفت، انت خنقته في عيشته. انا كان بيحصل لي ساعات حاجات زي كده والله، ان يعني يجي حد يقول لي يا عم المحتوى والناس اللي بتقدم محتوى كويس مشاهداتهم قليله والناس التانية الهلس قلت له يا ابني انت احبطتني انا والله، يا ابني حرام عليك، اعمل زيهم. وعملت فيديو عن الحوار ده والله وبعته له عشان وريته رأي الناس. يا عمي هم بتوع هلس بس عندهم ميزة انه مستمرين، اعمل زيهم بقى. مش انت مش بتاع هلس، اعمل زيهم، نزل فيديو كل اسبوع. انت ما بتعملش كده، انت فالح بس تعيط وتشتكي. وهم بتوع هلس ماشيين على بروجرام سليم 100% في الهلس، بيعملوا الهلس باتقان. انت بقى الراجل اللي بتعمل شغل عالي، فين الاتقان؟ لا والله انا مكسل. خلاص ما تشتكيش بقى وما تتريقش عليهم وما تقولش اي حاجه هما بيعملوها غلط. صح. في مقولة برضه بالإنجليزي بتقول your laziness is disrespectful with the people who believe in you. يعني معظمنا أولياء أمورنا محتاجين يشوفونا أحسن حد، فعلى قد ما تقدر حطهم قدامك فرحة والدتك بيك، فرحة والدك بيك، حطها هدف بالنسبة لك. إن كانوا، ويا رب ما يكون ده بيحصل، إن كانوا لا يعني ليك كتير، فحط نفسك بكرة قدامك، حط أولادك قدامك، خلي هدف. هو كل ده محور ده كله، إنه حط هدف قدامك تسعى عشان فهدفك الناس اللي فعلا بتحبهم أو هما بيحبوك. طيب ممكن ننتقل على انت كل ما بتتكلم انجليزي او صيني الناس لحظه ما ده الناس مركزين في اللغات بس. لحظه، انا شكلي توهت، فممكن نعيد السيشن من تاني. اهلا بكم في سيشن ذا مايند سيت ريبوت. ده بيريبوت بجد على فكره كده. الناس شكلها اتصدمت. ده باشمهندس انا بيعمل لو حصل حاجه في الفيديو سعيا بان الفيديو يطلع باحسن كواليتي. فهل شايف ان ده مش سعي للبرفكشنزم؟ بص هو طبعا الحمد لله ده كان زمان يعني عشان اتعالجت خلاص. هو البرفكشنزم ده مرض بس احيانا بنحتاجه، يعني احيانا بنحتاجه. بس امتى تحتاجه؟ لما يكون عندك رفاهيه الوقت انك تحسن اكتر. يعني ايه؟ يعني انا في شغل كنت بعمله في وزاره العدل، كنت بعمل فريم ورك للوزاره
ولايبراري كده فيها كومبوننت، حاجه زي البوت ستراب في وقته، بس خاص بالوزاره، بهويه الوزاره، بالديزاين سيستم بتاع الوزاره، كنت انا بعمله. المدير انبهر بيه جدا، خصوصا ده كان سابق بسنين ضوئيه اللي هم بيعملوه، فهو مديني راحتي. فطول ما هو مديني راحتي انا عمال احسن فيه، انا مبسوط بيه. هو مش عارف انا عمال لكني بربي قطه وعمال اسرح لها انا مبسوط، مش بعمل شغلي، انا مبسوط بيه، فاهم؟ فجه في لحظه قال لي لا كفايه كده، كفايه كده، جامد بجد. فكفايه كده دي وقتك كده خلص. لو انا مش متعالج من البرفكشنزم هقول له لا في حاجات ينفع تتحسن. على فكره هو في حاجات ينفع تتحسن صح. لحد يومنا ده في باجز في اكبر الشركات العالميه. شفت الادوات الاي اي بتطلع باجز من 20 سنه لسه، وايشيوز سكيورتي، حاجات امنيه. فالتحسين موجود، كل شويه في حاجه ينفع تتحسن. لكن امتى تقف وتقول انا راضي بالمستوى ده خلاص؟ ما هو اكتر من كده انت مش هتكمل. زي بالظبط في معضله كده اسمها ايديا سيندروم، اللي هو ان انت عندك فكره تفضل تكتبها وتفكر فيها، بعدين ايه، انا بكره هطور فيها، تفضل بكره فعلا تطور في الفكره، بعدين شويه يجي واحد يديك اضافه على الله كده بقت احسن. تخيل ان انت تفضل تقعد سنه في الفكره دي اسمها معضله الفكره. خلاص الايديا سيندروم، ان انا هعيش فيها مش هعملها، مع ان انت لو من اول يوم نفذتها وهي ناقصه كنت زمانك عملت برودكت دلوقتي طلعت بيه وحسنت الفكره براحتك. احنا خلي بالك دي نفس معضله البدء، ان انا ابدا في شغلانه انا كل يوم طب بص استنى لما اخلص مش عارف ايه، بكره انا هظبط اوضتي، بص فاضل 4 ايام على اول الشهر يعني مش قصه، بعدين اصل والدي بعد اسبوعين هيخلص بقى وابقى فايق له تمام، بعدها هو فاضل 10 ايام بالظبط والسنه الجديده. دي بقى البدايه الصح. لو انت من الناس دي اعتقد انت هتوصل 50 سنه ومش هتعمل حاجه. عايز تعمل فكره، هات الدباسه ودبسها في ايدك دلوقتي، قوم اعملها دلوقتي وانا لسه ما استحمتش، قبل ما تستحمى اعملها. شوف انا بقول لك لدرجه ايه. هتقول طب اخش استحمى وانضف وفوق كده، لا ما تستحماش، خش اعملها دلوقتي. لو ما عملتش كده مش هتعملها، دبس نفسك. البرفكشنزم بقى عكس الكلام ده. البرفكشنزم عايزك تستحمى وتلبس ويجي لك فلوس وتبقى مرتاح نفسيا والبيت نظيف وجميل وفي الديكور اللي انت عايزه وساكنين في حته نظيفه وعندك عربيه ومتجوز ومخلف عشان تبدا تعمل التاسك. مش هتعمله. طيب ممكن ننتقل لمحور تاني الا وهو صناعه المحتوى. اعتقد قدامي ناس شايفه نفسها في المستقبل او ناويه في المستقبل ان هي تنوي نيه مع ربها تساعد الناس. فساعات اللي مأجل خطوه زي دي من الشباب او مني انا شخصيا في بعض الحاجات هو اننا مستنيين الظروف المثاليه، احسن كاميرا، اضاءه، استوديو، ميكروفون. ازاي توجههم ايه؟ طيب ينفع نخش حته دينيه كده شويه لو تسمحوا لنا يعني؟ في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام عايزكم بس تركزوا فيه شويه، واتمنى من الله ما تفهموش المعنى المحبط اللي هو فيه. هو على فكره المعنى الحديث بيحصل لنا دلوقتي اصلا، يعني ما تقدرش تجادل فيه اصلا. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ما ياتي زمان على امتي الا والذي بعده اشر منه حتى تقوم الساعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس بتوع بكره احسن دول ده كلام فاضي. بكره اشر من النهارده واصعب من النهارده، وبعد سنه هتفتكر اليوم ده وتقول ده كان اجمل ايام حياتي. معنى كده ايه؟ ان احنا نحبط ان المستقبل وحش؟ لا، معنى كده ان انت تحاول تعمل بالانس، التوازن. الدنيا بتنزل لتحت وانا في مكاني، ايه اللي هيحصل؟ الدنيا هتنزل وانا هضيع. طب الدنيا بتنزل بتروح ناحيه الهويه وانا بطور من نفسي، عملت توازن. على الاقل حافظت على مكاني. لو عرفت تحافظ على مكانك انك مستقر بس، ده معناه ان انت ماشي ضد الموجه، ده معناه ان انت كده صح. لو زودت اكتر وبقيت اجمد هتعكس اللي بيحصل وهتبقى انت اجمد وهتعيش حياه حلوه. بدليل في ناس كتير جدا بتشتغل شغلانات حلوه وبيجيبوا مرتبات كويسه وحياتهم بتتغير. في ناس بتسافر بره كتير وحياتهم بتبقى حاجه تانية.
في ناس شغالين في شركات عالميه مستقبلهم اتغير بعد ما كان عايش اصعب ايام حياته. فده بيحصل. المطلوب منك مش انك تقف في مكانك، عشان احنا في سباق. في ناس بتزعل من الكلمه دي، لا احنا في سباق، احنا بجد في سباق. والذكاء الاصطناعي اللي احنا لسه ما جبناش سيرته، لسه ما جبناش سيره اي حاجه في التوك عن الذكاء الاصطناعي. احنا داخلين على طفره بجد. الكلام اللي فات ده كله كان شتيمه، الضرب جاي بقى. فاحنا داخلين على طفره. ده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك معرض تطير في اي وقت فعلا، ودي ما بقاش فيها هزار. وان الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي ده انا ممكن اغيره بكره. انا ممكن بكره يحصل حاجه السيشن دي اقول لهم دي مش فاليد دلوقتي، الكلام ده كان قديم. بقول لك بكره مش بعد سنه. فحضرتك تعمل ايه؟ تواكب العصر وتعرف ان احنا في سباق، وان وقت الهزار وان انا اكسل ما بقاش اوبشن. ما بقاش اوبشن لو عايز تعيش صح. لو مش عايز مفيش حد ليه حاجه عندك، ولا حد يقدر يضايقك ولا يهينك ولا يجي جنبك. هي فاتورتك انت بتحاسب عليها. هتنجح كله هيجي جنبك وهيهللوا لك وهيفتخروا بيك. هتفشل ممكن صاحبك يقعد بالشهور ما يكلمكش، ممكن اللي بيعدي يقول لك سلام عليكم يختصرها. عايز اقول لكم حاجه يعني والله هي شخصيه شويه مش المفروض احكيها، بس عايز اقول لك الناس بتفكر ازاي في مجتمعنا. كان عندي حد في بلدي كان يعني ممكن لو شافني في الشارع ما يسلمش عليا، لحد ما حصل حاجه كده. هي حاجه على فكره تافهه، ما حدش فيكم يفتكرها جامده. يعني انا طلعت في لقاء في التلفزيون ماشي، ويعني والله بدون يعني غرور انا اللي شهرت القناه اصلا. يعني انا كنت اشهر منهم بكتير يعني. بس فكره التلفزيون عند بعض الناس انك ايه ده اسامه في القناه الاولى سنه 90، ده كان ممكن اقول لك انت واد جامد قوي لو عملتها. انك في عصر التلفزيون اللي فيه قناتين بس قاعدين احنا بنتفرج عليهم، القناه الاولى والثانيه، وواحد طالع في القناه الاولى، لا ده انت جامد جدا. لكن دلوقتي انت طالع في قناه انت اشهر منهم اصلا. بس الفكره بقى عند بعض الناس، خصوصا انا من الارياف على فكره، من البحيره يعني. فالشخص ده لما عرف اللقاء ده بقى ماشي في كل حته يقول لهم ده كذا قريبي، ويوري الناس اللقاء اللي اقسم بالله انا ما شفته غير مره واحده. هو بيوري كل ما يقابل حد يوريهوله، وفخور قوي بالموضوع. هو بالنسبه له دي حاجه كبيره. هي مش حاجه كبيره، بس هي الناس كده. الناس مش هيجي يقول له ابن اختي الفاشل اهو. فاهمين الفكره؟ الناس دايما بيحب يبقى موجود جنب الناس الناجحه. يقول لك ده انا عريس بنتي عنده شركتين، هو بيعمل كده. عمرك سمعت عن حد بيقول ده انا ابن اختي؟ ما اقصدش اي حاجه وحشه والله العظيم، والناس بتوع الدليفري اكتر ناس انا بحبهم وعلى راسي، بس انا عايز افهمك الفكره. عمرك شفت حد بيفتخر جوز بنتي دليفري قد الدنيا؟ ما حدش بيعمل كده. هو من وجهه نظره في المجتمع ان دي حاجه وحشه، مع ان الصح كل دي وظائف بتكمل بعضها. دي منظومه مجتمعيه فيها كل الوظائف. بتاع الدليفري ده في يوم ممكن تطلب دواء لابنك وما يكونش موجود، وابنك يموت ويحصل له حاجه عشان هو ما جابلكش الدواء. فاصبح لو بنسال السؤال مين اهم واحد دلوقتي في المدينه، بتاع الدليفري، عشان كان هيجيب الدواء مش الدكتور اللي جاي يكشف عليه. فهنا الناس دايما بتفكر في مين جامد عشان انا افتخر بيه، مين كويس عشان اقول عليه ناجح. فعلشان انت للاسف يعني في مجتمعنا ده يبقى ليك قيمه، لازم تعمل لنفسك قيمه. عشان تعمل لنفسك قيمه مش هتيجي بالكسل او بان انا اقعد اخبط او ان انا بقعد اضيع وقتي على السوشيال ميديا. انا عارف ان هي نصايح قلبت كتاب اللغه العربيه، انا عارف والله، بس حقيقه لازم نقولها. حقيقه لازم نقولها. اول ما تطلع من الفقاعه دي صدقني هتلاقي عالم تاني، هتلاقي عالم نضيف انت ما كنتش متخيل ان هو موجود. عالم فيه ناس بتنجز، عالم فيه ناس بتعمل حاجه. في واحد صور فيديو للبعدة اللي انتوا عارفينهم، اللي هم عندهم حرب في بلدهم والعالم كله مش طايقهم، رايحين معارض بيعملوا بيزنس وبيفتحوا شركات وبيبتسموا بقهم قد كده. مين دول؟ ناس العالم كارههم كله، النمل اللي ماشي على الارض بيكرههم، وفي حرب في بلدهم والناس مش طايقاهم، ورايح يعمل بيزنس وفاتح بقه مترين بيضحك. ده ناسي اللي بيحصل ده كله. انا عايزك بقى تتخيل، ربنا يا رب يبعد عننا اي مشاكل في العالم. عايزك تتخيل واحنا في حاله الخمول والكسل لو بلدنا حصل فيها حرب،
شوف بقى كميه التلاكيك اللي هتحصل. حد يقول لك يا عم ده حرب، انت بتهزر، ده انا اخري بقى اقعد على السرير وسيبني بقى. يعني مش هذاكر، انا مش بعلي عليكم ولا بزايد عليكم، انا بقول لكم حقائق. كان بيكلمني ناس من غزه بيسجل لي فويس والصاروخ جنبه وبيقول لي الدرس رقم كذا ده انا محتاجه ولا لا؟ قلت له يا ابني ربنا يبارك لك، انا محتاج اتعلم منك انت بتعملها ازاي. انا اللي بقول له انا محتاج اتعلم منك بتعملها ازاي. انا النور لو قطع عندي بقعد اصيح في البيت وبقلب الدنيا، انا مش انتوا، عشان ما حدش يفتكرني يعني ان انا جامد يعني وبعلي عليكم بالجمدان. النور بيقطع بقعد اصيح في البيت والله وما بعملش حاجه وبتقفل وبتضايق. يعني انا محتاج برضو زي ما بقول لكم، انا محتاج انا كمان اصلح حاجات عندي. وصلت؟ اوقات يحصل لك بيرن اوت، تحس ان انت مش قادر تكمل. يعني مثلا هل حصل معاك قبل كده؟ هل حصل معاك قبل كده ان انت كنت هي حصلت فتره بس السؤال اتعاد 3 مرات يعني. ان انت كنت مطالب تنزل، كنت مطالب خلي كنت مطالب تنزل كونتنت على القناه بتاعك، وعشان انت مش قادر ومش ملاحق ما قدرتش تنزله. بص، هي مرحله البرن اوت عموما الحمد لله ما جاتليش قبل كده. لكن المطالب ده بيبقى حاطط سيستم. انا للاسف ما كنتش بحط سيستم، بس انا عارف سؤالك وعارف الاحساس ده. يعني هقول لك مثال عليه كمان. احنا معانا واحد من اصحابنا المشاهير جدا وكلكم عارفينه، بس مش عارف احكي الموقف طبعا مين هو. في مره جاله تعليق على اليوتيوب قفل من كل حاجه في الحياه، تعليق واحد، وطلب مننا ان نخرج نروح اسكندريه، ورحنا قعدنا 3 ايام في فندق في جليم باي جنب جليم باي عشان التعليق ده بس. ففي واحد من اصحابنا قال له ايه ده يا عم، ايه للدرجه دي يعني التعليق كده؟ لا، هو حصل له بيرن اوت، هو مش التعليق ده السبب، هو جمع كل البلاوي اللي حصلت قبل كده، وده كان القشه التي قسمت ظهر البعير. يعني دخل يعني خلاص وصل للمرحله ان مفيش طاقه، الباتري خلصت، راح جاي له التعليق ده قتل له كل الطاقه اللي باقي. فطلع قعد 3 ايام كده وفك شويه وهزرنا وضحكنا بجد، وكانوا 3 ايام حلوين، ورجع كمل حياته. لازم يعني في وسط ضغوط يعني بيرن اوت، لازم يحصل لك كده. فالحل ايه؟ اول حاجه يعني انت حاول من البدايه ما توصلش للمرحله دي انك ترفع عن مخك شويه. يعني نظام الجوائز اللي انت قلت عليه ده حلو جدا، في ناس ما بتعملوش، في ناس شغال شغل طحن. فين يا ابني هداياك؟ فين ترفيه عن مخك؟ فين ترفيه عن جسمك؟ حتى مفيش. هو صح يا عم انا ما عنديش وقت وانا بتاع. عكس التاني بقى، عكس الكسول ده بقى شغال شغل طحن بقى، والاثنين غلط، الاثنين غلط. في فيديو عملته لسه ينزل على القناه، اكتشفت حاجه جديده نفعت معايا صراحه. معرفش مش سيستم ولا قانون، بس نفعت معايا. لما كنت بعمل موضوع التاسكات اللي ورايا كلها، عملت اللي هو نظام اللي هو اسمه البيج ليست، موجود في كتاب اسمه الطريقه الاكثر فعاليه لاتمام المهام. عنده بيتكلم عن حاجه اسمها ذا بيج ليست. بيج ليست دي انت بتفضي دماغك من كل حاجه فيها مهما كانت تافهه، اي تاسك مطلوب منك. يعني لو عندك تاسك انك تروح مثلا تسلم على صاحبك في العماره اللي قدامكم، اكتبه. البيج ليست دي فايدتها انها بتفضي دماغك تماما. بعد ما تفضي دماغك تماما بتنظم التاسكات دي. هل هي تاسك ولا بروجكت؟ لو هو تاسك معناها حاجه دايركت بتعملها وتخلص. بروجكت معناه فيه تحته تاسكات كتير جدا. بعد ما تخلص مرحله التصنيف تبدا تخش مرحله التقييم. التاسك ده فين يعني ليه الاولويه ولا لا؟ فين ترتيبه في الاهميه؟ في حاجه ضروري جدا لازم اعملها، شركه محتاجه السي في بتاعي عشان اقدم على شغل، ده رقم 1. بعد ما ترتب ده كله تبدا في مرحله التنفيذ. ايه الجديد بقى؟ انا كنت بطبع التاسكات دي في ورق، في كارد، ورقه A4 كده متقسمه كاردز، واقصها واعملها كاردز كده خليها معايا في المحفظه. بعد كده كل تاسك اخلصه بقطع الورقه دي واكافئ نفسي عليه. ده الجديد بقى، بكتب المكافاه اللي انا كل مكافاه على قد التاسك. يعني ما تقوليش تاسك ان انا اخش الحمام المكافاه اخد اسبوعين في الغردقه، ده هوكس ده كده. تمام؟ في مكافاه على قد التاسك. يعني في تاسك ان انا اخلص كورس كامل، لا انت كده تسلم ايدك بجد،
خد لك يومين بقى فرفش فيهم بقى. فمن ضمن برضو تاسكات حد مثلا عايز يطلع فلوس لوجه الله، يكتب الهديه اللي هيديها نفسه والفلوس مثلا هيطلعها لوجه الله. الحاجه دي بتشجعك تخلص التاسك، من غيرها انت برضو رغم ان هو تاسك مطالب تعمله انت مش حاسس ان فيه هدف. تقول لي ما هو التاسك ده تبع الشغل، ايوه ما حتى تبع الشغل انت مش حاسس ان فيه هدف. طب لو التاسك ده للشركه، لا ده ليه هدف، هقبض اخر الشهر، فهنا انت بتعمل الشغل. لو جيت في مره قلت لك ان انت هتشتغل معانا الشركه فلست ومش هتقبض، في عندك شغف او طاقه تعمل المطلوب منك؟ ليه اعمله؟ ليه؟ بالمنطق اي انسان طبيعي هيقول اعمله ليه؟ ما تقوليش بحب الشركه والعكس ده، فانا مش هقبض. اول ما يجي المدير يقول لك الحمد لله جالنا استثمار والدنيا تمام، يا جماعه هتقبضوا، هتقوم من مكانك ايه؟ تخلص. انت بقى دلوقتي عندك تاسكات في البيت ملهاش علاقه بالشركه، حاجات تعليميه، عايز تروح والدك مثلا محتاج في يوم كده تخرجه تقعد معاه حالته النفسيه وحشه، ده تاسك انت بقى عملته، هتدي لنفسك هديه ايه؟ الهديه دي اللي هتخليك تتشجع وتعمله. لو انت بقى عملت نظام الهدايا ده انت مخك متروق عليه. الناس بقى بيحصل لها كده عشان ما بيدوش لنفسهم، يعني ما بيهديش نفسه. فصدقني لو ما عملتش كده هيحصل لك موضوع البيرن اوت. شكرا. ماشي تسلم، خليها بقى. فاحنا دلوقتي بنعالج ان يحصل لك كده اصلا. لو بقى حصل لك ده عادي جدا على فكره، مفيش مشكله، كلنا بيحصل لنا كده. افصل بقى شويه، افصل شويه. في ناس يعني بتنتقد اي حد ما بياخدش الاجازه. في ناس شغالين معايا، مش عايز احصر حد والله، بس انا لو اشتغلوا يوم في الاجازه بمشيه. يا عم انا بحب الشغل وانا مش عايزك. هو مش فاهم ان انا مش امه عايز مصلحته. لا، هو لما بياخد اجازه بينجز بعد كده. انما انت شغال كام يوم؟ اسبوع. كام يوم في الاسبوع؟ ايوه اسبوع، انا شغال اسبوع في الاسبوع. طب فين الاجازه؟ لا، الكلام ده قله ادب، ما عندناش حاجه اسمها اجازه اصلا. ففي واحد يعني اخويا كان شغال معاه من الناس، يعني بجد الواحد يعني بيمسك نفسه وبيفتكرهم. لما كان حد بيقول له على اجازه قال له احنا عندنا اجازات طبعا زي اي شركه. قال له امتى؟ قال له لما تموت. فحتى الجمله والله مؤذيه، يقول له عايز تاخد اجازه لما تموت تاخد اجازه. فده شغل استعباد. وهو من ناحيه البيزنس هو غبي جدا، لانه انت الضغط على الناس ده ما بيطلعش افضل ما فيهم. يعني انت لو اديت له اليومين الاجازه بتوعه الطبيعيين واشتغل الشيفت بتاعه الطبيعي وهيرجع فريش والله هيشتغل طبيعي. انما انت بجد ضاغط عليه لدرجه ان هو عايش في الشغل، فهو كده هيريح امتى؟ ولما يحصل البيرن اوت ده ولازم يروح الشغل برضه مش هيعمل حاجه، مش بالعافيه، هيفضل قاعد على المكتب مش هيعمل لك اللي انت عايزه. احنا نلغي السيشن بقى. هنعمل ريبوت يعني. نلغي السيشن. هنعيد السيشن من تاني. ماشي كده حلو. اختم المحور ده بان لبدنك عليك حق.